صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حطوا لي لايك جامد جدا للفيديو ده عشان انا بجد حرفيا انا تعبت. تعالوا بقى نفتح الشباك كده ونشوف الجو الحلو بتاع النهارده ده. الجو كان حلو قوي النهارده وكان الشمس طالعه. بصوا السما عامله ازاي. الجو كان حلو قوي. تعالوا كده نبدأ كده بالسما الحلوة دي ونستبشر خير كده ان شاء الله ربنا يكون معانا النهاردة ويكون يوم حلو علينا. تعالوا نخش على المعمعة. امبارح بقى بعد ما قفلت معاكم الفيديو اللي هو صورته معاكم، رحت مدخلة السرير بتاع مريم، دخلته جوه هنا في الأوضة دي. الأوضة دي بتاعت نوم بتاعتي أنا اللي هي كنت بنام فيها، عشان بس تبقوا معايا. فركزوا بقى عشان تشوفوا انا هعمل ايه. مسكت الاوضه سيقتها كده تسيقه حلوه، ماشي. وبعد كده رحت قصه السجاده دي، كنت غسلاها وشايلاها، ما كنتش بفرشها خالص من ساعه الانتريه القديم. المهم فقلت ايه، هفرشها بقى هنا بعد ما الارض نشفت. قلت هفرشها هنا في المكان ده كده، تبقى تحت الشباك وتبقى شكلها حلو. وللاسف طلعت كبيره والمكان صغير. اضطريت ان انا المها واروح يعني اشيلها وخلاص، مش مشكلة، ماليش نصيب. ولو اضطريت ان انا افرشها بالعرض هحطها تحت السرير، وطبعا مش هتبقى حلوة، وتقريبا نصها كله هيتاكل تحت السرير. تعالوا بقى نشوف المقطع ده. حطيت لكم مقطع كده الدولاب بتاعي القديم اللي هو بقى نيولك دلوقتي وغيرت خالص شكله. بصوا، ده الدولاب القديم بتاعي. بصوا ده تصميمه كده بالورد والزخرفة بتاع زمان ده، عارفينه انتوا طبعا. المهم يعني دلوقتي هتشوفوا حاجة تانية خالص. طبعا الدولاب انا بس كنت مصوراه فيديو للراجل النجار، عشان كان يعني لما يجي يشتغل بدل ما يطلع يعني يبقى عارف نظام الدولاب ايه وهيشتغل بناء عليه ازاي. فهو كان قايل لي ان انا اصوره له فيديو، فانا احتفظت بالفيديو وان انا قلت مش همسحه وخليه ذكرى عندي في التليفون يعني. المهم بصوا شكل الدولاب اهو. طبعا كل ده انا لغيته المقابض وحولته لدولاب حاجة تانية خالص. طبعا انا هنا بفتحه لكم من جوه اهو. بصوا انا من جوه ما جيتش جنب اللون بتاعه، سبته سبته ما جيتش جنبه خالص اهو. خليته كده زي ما هو. انا بس كل اللي عملته ان انا لعبت في النقاشة بتاعته بس، وغيرت اللون بتاعه طبعا. هتشوفوا دلوقتي كل ده اتشال واتلغى خالص. كل الورد بتاع القبة اللي فوق دي كل ده اتشال. بصراحة النجار تسلم ايده. بصوا بقى، شايفين؟ ادي الدولاب الجديد. طبعا معلش انا اسفة يعني ان الأوضة لسه ما اتظبطتش طبعا، ومش هتبان غير لما الدنيا تتظبط اكتر من كده. واوريكم الشكل احلى يعني يكون اكتر باين عن كده. بس معلش يا جماعة، انا الوقت فعلا كل ما اجي اعمل حاجة تتكعبل معايا حاجة. يعني كل ما اعمل حاجة الاقي يعني الدولاب ده الراجل نسي يجيب العجل بتاع الجرار. اضطرينا نوقف وما افرش الأوضة ولا افرش الدولاب بسبب العجل بتاع الجرار. فطبعا ده عطلني ادي كده يوم. تاني حاجة عايزة انقل السرير من هناك لهنا. السرير مربوط يعني بحاجات معينة يعني لازم نجار يفكه. معرفتش خالص. وطبعا جوزي ما كانش هيعرف برضو يفكه، ما عندناش الادوات اللي تفك السرير. ادي يوم تاني اهو اضطرينا ان احنا نستنى عشان خاطر النجار يفكهولنا. فكل ده عطلة يعني، ده كل دي حاجات بتعطلنا. فهنا انا طبعا جبت النجار والنجار جه ونقل السرير وحطيناه هنا اهو بالشكل ده. بس لسه طبعا انا ما فرشتش. انا بس حبيت اجيب لكم شكل الدولاب. بصوا يا جماعة، تعالوا بقى نخش للأوضة والكارثة اللي حصلت. بصوا بقى الباب عمل ازاي. ده بس عشان ادخل الكنبة. طبعا بصوا محاولات وخبط ورزع عشان ندخلها جوه الأوضة.
وهاتك يا عذاب، عذاب بجد. وبصوا تعوير وكل حاجة، احنا اتبهدلنا عشان ندخل الكنبة الدولاب الأوضة. المهم يعني تعالوا بقى شوفوا اللي حصل. بصوا الدولاب ده، الدولاب اللي هو بتاع الأطفال اللي أنا كنت حاطاه في الأوضة عندي. بصوا يا جماعة، عايزة أقول لكم الدولاب ده نضيف جدا، بس للأسف زي ما تقولوا كده أهو العين جت فيه، والحمد لله إن هي ما جاتش في حد فينا. بصوا بقى المنظر اللي أنا عايشة فيه، عشان تعذروني بس يا جماعة، أنا والله عايشة في مأزق. بصوا السجاد مرمي في الأرض، حتى عيالي قاعدين في الأرض، والدباديب ولعب الدنيا متبهدلة. بصوا الأوضة دي هنا عاملة ازاي، السجاد ده كله مغسول ومحطوط كده مستنية بس لما اخلص وافرشه. بصوا المنظر، شايفين؟ فيش الا السرير ده اللي فرشناه عشان جوزي ينام، بس اللي هو اللي احنا لقينا حتة ننام فيها. هطلع كده وبصوا المنظر، شايفين؟ هطلع بره كده اروح لكم الأوضة التانية. طبعا انا زعلت جدا على الدولاب، مش قادرة اقول لكم انا زعلت قد ايه، بس يلا الحمد لله. هنا بقى ايه، كنست مكان الدولاب اهو. انا عايزه اقول لكم ان انا عماله اكنس وسيء، عماله اكنس وسيء، اما تعبت كنيس والله. المهم يعني طبعا عشان الارض مش مفروشه، فده شيء طبيعي يعني. فانا هنا عماله اكنس اهو، ماشي. بصوا التراب طالع قد ايه، مع اني والله لو اقول لكم ان انا كنساه 3 4 مرات بس مفيش فايده. طبعا دودو عماله تاخد اللعب، بصوا دي بقى دي موالها موال دودو دي. المهم يعني خدت بقى الحاجات دي وطلعت بيها بره، وبعدين هتشوف انا هعمل ايه. مسكت كده الحتة دي سيقتها كده تسييقة، لازم كل حاجة اعملها اسيق وراها عشان خاطر بس اطمن الحاجة راجعة بنظافة كده وتحتها نضيف. المهم هستنى الارض تنشف كده دقايق، كده كده الجو ساقعة اهو، وبعدين هتشوفوا اللي حصل. جيت حطيت الكنبة، الباب مقفلش، شايفين المنظر؟ الباب مقفلش. طب اعمل ايه؟ كان نفسي ان انا احطها هنا عشان المساحة هنا تبقى حلوة وقاعدين براح كده يعني كان في رسمة في خيالي، بس يعني ما حصلتش والحمد لله، يعني قدر الله ما شاء فعل. ماليش نصيب، ماليش نصيب خالص ان انا يعني اعمل حاجة زي كده. المهم يعني الهدوم مرمية هنا وهنا يا جماعة، ما تاخدوش في بالكم، لان طبعا الدواليب اول حاجة البتاعة اللي هي بتتعلق عليها الماسورة بتاعة الشماعة عند النجار، والدولاب التاني لسه ما رستقتوش مكانه ولسه ما حطيتوش مكانه عشان احط الهدوم فيه. فطبعا ما عنديش حل احط غير ان انا احطهم كده على السرير وعلى الكنبة. فبكرة بقى استنوا فيديو بكرة ان شاء الله اكون ايه، مسكت الدواليب كده رتبتها وظبطت الدنيا. تعالوا بقى نرجع الكنبة تحت الشباك ونشوف المنظر. هنا انا رجعتها تحت الشباك وده كان احلى شكل اهو، حرف ال كده اهو، ما كانش فيه شكل ينفع غير كده. حطيت المنظر ده كده والسجادة، والحمد لله ان احنا طلعنا بنتيجة يعني مرضية. طبعا انا بكرة بقى اكمل لكم بقية الفيديو، اكون طبقت بقى والدولاب اتعملت الماسورة والحاجات دي كلها. واستنوا بكرة فيديو، ومعلش انا اسفة للتأخير، ويلا مع السلامة.